بسم الله. النهارده ان شاء الله باذن الله هنعرف ازاي نعمل احلى واجمل واحسن صينيه عجه في اقل من 5 دقايق. شايفين الجمال؟ شايفين الحلاوه؟ شايفين القوام؟ بجد تحفه، وطعمها هيوديك في حته تانية خالص. يلا بينا نعرف نعملها ازاي. اول حاجه خالص هنجيب 3 بيضات، عايز تزود اوكي، وبتفقشهم طبعا وبتحطهم كده بروقان كده في الطبق زي ما انت شايف. بعد كده بيبقى عندك فيه ممكن 3 طماطمايات 4 وكده، وشوية بقى جرجير وكده. دي البيضة عندنا حطينا عليه الفلفل والكمون والملح. تمام. وهنقعد نقلب كده بروقان كده مع نفسنا كده لحد ما البيض يدوب جدا 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 في البهارات بتاعته، يعني البيضة ما تبقاش ماسكة. تمام. بعد كده بنقوم رايحين جايبين شوية دقيق صغيرين خالص، قول ربع كوباية نص كوباية. عايز تزود شوية نشا اوكي، وتقوم رايح جاي حاططهم كده. تفضل تقلب. هنا بقى يجي دور البصل. البصل نقوم رايحين مقطعينه كده مع 3 4 طماطميات جمال كده. نقوم رايحين غاسلينهم ونقطعينهم. شايفين الجمال يا جماعة؟ لا ده كلام تاني خالص. بعد كده ممكن تحط بقى تقطع شبت بقدونس. انا عملت جرجير لان بحب الابداع وما بحبش الحاجه النمطيه. بعد كده البصل بتحطه على النار مع شويه زيت كده. تمام. وتحط بقى بهارات، شويه بهاراتك تاني، مع معلقتين صلصه كده، وتقلب بروقان. شايفين لا الجمال؟ لا، ما انا ده ساعتها خلاص، صوت خديه الطشه ده هديه عندك بصراحه اهو، ما خلاص بيعمل خلصت. فيها عمال يا جماعه. قلبي يا جماعه لا ما انا بيستحملش. عارف، انا خدت 3 بيضات لا بجد بس. يعني فعلا شايفين. اه، تفضل تلوحها كده بقى. في كتير. طبعا بتبقى على نار على نار هادية، مش نار كبيرة قوي من بصلاية تبقى في دهب. بعد كده تحط بقى كده الطماطم، وتحط كده بقى على البصل، وتحط بقى لو في مثلا شبت بقدونس، لو في جرجير، عايز تحط فلفل اخضر اوكي، وتقعد تقلب تقلب، وتزود شوية بهارات كده. تمام. بعد كده بقى يا معلم يجي دور البيض اللي انت كنت عامله وراكنه مع الدقيق والنشا. تحطه وتقلبه وتخليه بالشكل الجميل دوت. شايفين الجمال؟ بعد كده بقى بتقوم رايح انت موطي النار عليه وسايبه لحد ما يوصل للجمال ده. شايفين الجمال؟ شايفين الحلاوة؟ حاجة تحفة بجد. ولو هو عايز ياخد وش، افتح الفرن اديله وش من فوق كده، بس انا عملته على البوتاجاز. شايفين القوام؟ بجد حاجة رايقة وحاجة جميلة. متنساش تعمل لي لايك، سبسكرايب وتعليق عشان استمر في اجيب لك